السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي ما يعرفنيش أو لسه أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة هنا مساحتي الخاصة اللي بتكلم فيها في مواضيع أو بتناقش في مواضيع عامة. أول مرة تشوفني أو أول مرة تتفرج عليا، متنساش تعمل سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. من فترة كنت بتكلم مع كريم أخويا، يمكن السوشيال ميديا واخدانا شوية والموبايلات واخدانا شوية، واخدة كل واحد فينا في دنيا أو في عالم تاني. مثلا ممكن تكونوا قاعدين في نفس الأوضة، بس ده في عالم وانت في عالم تاني خالص، او اللي جنبك ده في عالم وانت في عالم تاني خالص. حبيت ان انا اتدردش شويه مع كريم اخويا، فقعدنا نتكلم وناخد وندي مع بعض، واساله عن حياته، ايه اللي عمله، ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيحبه في المدرسه، ايه اللي بيكرهه في المدرسه، ليه ما بيحبش المدرسه، ايه اللي ممكن يكون بيضايقه في المدرسه. وقعدنا استفدنا بقى في مواضيع كتير جدا واتكلمنا كتير جدا. في نفس الوقت لقيته جاب لي بسكوت، او بسكوته كده واداها لي، اللي هو بيعبر لي عن امتنانه ان انا اتكلمت معاه وسمعت، اللي هو ياه، موضوع للدرجات مهم جدا. فاكتشفت من هنا بصراحة ان لا، يعني احنا محتاجين جدا نسمع بعض، محتاجين جدا، يمكن العيلة كمان بالاخص، او مثلا لو اتنين متجوزين او صحاب او ايا كان، محتاجين جدا حتة ان احنا نسمع بعض. فممكن ان احنا نكون في نفس المكان لكن مش مع بعض، يعني في نفس المكان بس كل واحد فينا في عالم. فاحنا محتاجين جدا ان احنا نخصص وقت، مثلا لو لاصحابنا، وقت نخصص مثلا وقت للناس القريبه منا، لان ممكن يجي في وقت جدا ان احنا الناس دي ما نلاقيهاش مره واحده تختفي من حياتنا او ما تبقاش موجوده. فوقتها هنندم جدا ان احنا ما قضيناش وقت كافي معاهم، ان احنا ما سمعناش ليهم، ان احنا ما قربناش منهم. فسواء موبايلات او الحاجات دي موجوده دايما. انت اقل ما فيها، مثلا لو انت في مواصلات يا عم مش عايز تسمع مثلا بودكاست او تستغل الوقت ده، ممكن تبقى تشيك اب كده على الواتساب، على الفيسبوك، على اي كان مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن نقدر نتواصل عليها. لكن خلاص دخلت البيت، فانت في ناس دلوقتي موجوده هي اولى بالوقت ده تقعد معاهم. دايما بحب جدا، ببقى مبسوط جدا بحته ان لما بسمع ان في عائلات مثلا لما بتتجمع او كده بيسحبوا الموبايلات اول ما تدخل من باب الشقه. يعني انت داخل كده، الموبايلات يا جماعه تتلم على جنب وتقضوا وقت كلكم مع بعض قاعدين تتكلموا ده كده. يمكن اكتر حاجه انا بحبها لما بلاقي البيت كله مثلا متجمع وبيتكلموا مع بعض، بيتناقشوا مع بعض، ان احنا محتاجين نسمع بعض، محتاجين يبقى في تواصل بينا، محتاجين ان احنا خلاص نسيب السوشيال دي شوية ونبقى قاعدين نتكلم مع بعض نفهم بعض. مش حابب اتكلم، يعني اطول في موضوع كتير او اكرر كلام بيتقال كتير، بس فعلا الجزء ده مهم جدا. لو هقول حاجة واحدة كافية، فاحنا محتاجين نستغل وجود الناس الموجودة في حياتنا دلوقتي، او الناس القريبة مننا اخص، العيلة كمان، صحابنا احنا بنحبهم، الناس اللي احنا شايفين ان هم لو راحوا مش هيجوا تاني. محتاجين نديلهم وقت من حياتنا، ومحتاجين نكون مع بعض شويه، لان اكيد احنا مش دايما لبعض. يعني مش خلينا ما اقولش مثلا حوار ان احنا ممكن في وقت ما نبقاش موجودين في الحياه، بس خلينا اقول مثلا ان كل واحد بعدين هينشغل في حياته. اذا عندك مثلا اخ ممكن فيما بعد هيتجوز، هيروح مكان تاني، او مثلا مش هيبقى موجود معاك، هيبقى وقته لناس تانية. فانت محتاج ان انت تقرب منه او تكونوا مع بعض قبل ما ده كله يحصل. بس ده كان موضوع النهارده وحلقه النهارده. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد اول باول. وبشكر جدا الناس المتابعه الفيديوهات، واشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.